مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم بنوب وفيديو جديد كالعاده. اتمنى تكونوا كويسين ومبسوطين، وانا مبسوط جدا جدا ان انا بحاول انزل فيديوهات بشكل مستمر على اليوتيوب. نفسي ارجع للزهو بتاع ان انا بنزل فيديوهات دايما على اليوتيوب، يعني طبعا بالاضافه للفيديوهات اللي بتنزل على انستجرام وتيك توك وفيسبوك. عشان كده برضو اتاكد انك متابعني هناك، اللينكات كلها تحت في الديسكربشن. بالمناسبه حابب اتكلم معاكم النهارده عن موضوع برضو تكنيكالي شبه الموضوع اللي اتكلمت فيه قبل كده المره اللي فاتت. لو انت مشفتش الفيديو ممكن تلاقيه فوق في الاي، تقدر تدخله من هنا او تلاقيه تحت في الكومنتات. حابب اتكلم معاكم عن الثانويه العامه، محطمه قلوب كل الناس. مش هتكلم معاكم في ثانويه عامه وانت المفروض ما تشيلش الهم والكلام ده كله، ممكن تبقى نتكلم في التوبيك ده بعدين. اللي انا لاحظته مؤخرا ان التنافس بقى عند السن اللي هو ثانويه عامه او السن الاعدادي او الاطفال في سن ابتدائي بقى شرس جدا جدا، تقريبا عشان احنا كترنا كعدد بني ادمين اصلا، ما اعرفش، بس على ايامنا احنا ما كانش فيه الوضع الحالي. بمعنى ان انا البرسنتج دي ما كنتش بقولها غير في ثانويه عامه. يعني انا جبت في ثانويه عامه 95%، لا دلوقتي الطفل في ابتدائي بيقول انا جبت كام في المية. فده ولازم كمان يشوف يقارن نفسه بين صحابه التانيين في المدرسه، ويقارن صحابه مش عارف بنت عمه ولا ابن عمه والكلام ده كله. عارف ان دول كانوا موجودين على ايامنا، بس صدقوني مش بنفس الوضع بتاع دلوقتي. يعني حاسس ان دلوقتي الموضوع بيجي ان انا لازم اعدي وخلاص. اللي هو طب تعدي ليه؟ هتعدي مين؟ طب هتستفيد لما تعدي؟ مفيش. يعني مش عارف ده ايه سببه، ما اعرفش، بس اعتقد جزء كبير منهم هم برضو الاهل اللي في البيت. انا مش عارف، انا حاسس ان انا جاي على الاهل في البيت، لا انا ما اقصدش كده طبعا. يعني الاهل اللي في البيت بيمارسوا اللي كان بيتم ممارسته عليهم زمان. بمعنى ان انا لو اتعودت على ان انا دايما ابص على درجات اللي حواليا واحاول ان انا اعديهم وابقى افضل منهم بنسبه كبيره، هعمل كده مع اولادي، الا لو انا كنت واخد بالي كفايه ان انا ما اعملش نفس الاسلوب معاهم. بس برضو انا اعتقد ان الموضوع ده مش حلو، لانه اكبر عائق او اكبر مشكله بتحصل انه بيخلي الطفل ما بيستمتعش بطفولته، او بيخلي الولد او البنت او ايا كان الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم عنها مش بتستمتع بالوقت اللي هي فيه. بمعنى هي حاسه طول الوقت ان هي في صراع وفي منافسه وفي ماراثون بتجري وبتسابق. بس انت بتسابق مين؟ بتسابق بقى اي حد انت هتضيفه له ورا او هتضيفه جنبه في الخط. يعني ابن خالتك، بنت خالتك، ابن عمك، اي حد هتحطه له هو في ماراثون معاه، والناس دي مش هتخلص. يعني لو انت اديت لنفسك مجهود تفكر ان عدد كبير من الناس اللي في الفئه العمريه بتاعت ابنك او الفئه العمريه بتاعت بنتك اللي انت عايز تقول له خليك افضل منهم، فانت بتزود الهم عليه ان هو يسابقهم. هو مش مطالب بده، هو مطالب يسابق شخص واحد بس، هو نفسه، وهي مطالبه تسابق نفسها بس. بمعنى ان هي تبقى افضل، يعني السنه الجايه تبقى افضل من السنه اللي فاتت هي نفسها، يبقى الكيرف بتاعها بيطلع فوق مش بينزل. لكن انت هتجيب كيرفها جنب كيرف اصحابها جنب كيرف وترمي الرسمه وتملى الدنيا كلها رسومات، مش هنستفيد حاجه في الاخر، الا ان هي ممكن ابنك او بنتك تطلع من المحظوظين اللي يقدروا يبقى عنده دايما الاماني بتاعتك. بس صدقني تاني هم مش هيكونوا مبسوطين في الاخر. ليه؟ لان هم هيفقدوا المعنى الحقيقي من التقدم والجروث في الانسان عموما، انك تبقى افضل من نفسك من المره اللي فاتت. يعني اتعلم مهارات زياده، بعرف العيوب اللي عندي وبيخليني كل مره اغلط نفس الغلطه. او انا ما اعرفش، يعني مش بتكلم في حته صح وغلط، بس المفروض ان احنا كلنا بنشوف احنا ايه الاخطاء اللي عندنا وايه المشاكل اللي عندنا وبنحاول نحلها. لكن احنا مش هيبقى حل ان احنا دايما نجري. يعني مثلا جبت 49 من 50، طب تمام حلو جدا، ناقص درجه. الدرجه دي يا جماعه دي فظيعه جدا، درجه كبيره، ده ناقص درجه واحده بس، وده طفل او حتى لو في ثانويه عامه. وانا فاهم ان الدرجه دي بعدين بتودي من كليه لكليه، انا اكتر واحد عارف الكلام ده، انا كنت في هذا الازق قبل كده. مش نهايه الكون لما يدخل الكليه اللي انت عايز تدخلها له ابنك، او لما تدخل الكليه اللي انت عايز تدخلها لها كبنت، يعني بنتك، مش هتبقى برضو نهاية، مش هتبقى كسبت المونديال ولا كسب المونديال. لا، ده في حاجات تانية قدام في الحياه، في حاجات تانية لازم يتعلمها علشان الشغل، في حاجات تانية لازم يتعلمها علشان يعرف يعدي الكليه. عندك حياتها لما تبقى في الشغل لازم تعرف يعني ايه تعمل تحت ضغط اللي دايما كلنا بنتريق عليها. دي حاجات اهم تعلمها لابنك من صغره، عن ان هو يتفوق عن زمايله ونظائره. لازم يكون هو افضل ليه، لازم تدعم التالنت اللي عنده من صغره. ما ينفعش كل شويه او كل مره انت ليه نقصت الدرجه، لا شوفوا غلط الدرجه دي ناقصها فين، وهو خلاص عرفتها المره الجايه خلي بالك، وخلصنا كده. طالما انت عارف ان هو بيبذل مجهود، ايه اللي يخليك تزود عليه مجهود بزياده انك انت تخليه ينافس ناس تانية حواليه؟
وفي النهايه انا حابب بس اختم ان انا في جمله قالها لنا قبل كده اب كان يعني في الكنيسه، كان قالها لنا في ثانويه عامه، انك انت دايما مالكش دعوه باي حد من اصحابك، مالكش دعوه بمين في اصحابك خلص الماده كام مره، مالكش دعوه بمين في اصحابك خلص كام كتاب في الماده وراجع كام مره. ركز في نفسك بس، ركز في انت محطوط قدامك خطه انك تخلص الماده دي في قد ايه، وتشوف انت ماشي على الخطه دي ولا لا. لو في قصور عندك تحاول تحله وتخلص المذاكره اللي انت حاططها لنفسك عشان تنجز لقدام. ما تبصش للي حواليك، لو بصيت للي حواليك مش هتتحرك خطوه قدام، تخليك مع نفسك بس. بصراحه دي كانت افضل نصيحه انا سمعتها ومشيت بيها لغايه دلوقتي، وبحاول امشي بيها لغايه دلوقتي، واتمنى كلنا نمشي بيها، ان دايما نركز على نفسنا. احنا بس اللي بنتطور، احنا بس اللي بنتقدم، مالناش دعوه باي حد. اي حد حواليك عايز تساعده ساعده، مفيش مشكله، لكن ما تنافسوش. ما المنافسه دي بتبقى هي منافسه حلوه، بتبقى بتدي روح حلوه كده، بتخليك تبذل مجهود، بس صدقوني تاني احنا بنمارسها بشكل غلط، بتبقى بشكل مش صحي، بتبقى ليها عواقب اكتر من مميزات. وفي النهايه حابب اشكرك جدا، واشكرك جدا لو انتم مكملين الفيديو لغايه دلوقتي. اتمنى رايكم في الكونتنت والمحتوى ده تحديدا، وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. لو عندكم اسئله برضو سيبها لي تحت، تبقى زي شبه ديسكشن تحت في الكومنتس برضو، مفيش مشكله عادي. اتاكد انك انت عامل سبسكرايب عندي في يوتيوب ومشغل جرس كل الاشعارات، ما يفوتكش اي فيديو او اي شورت هينزل هنا على يوتيوب. وتاكد انك متابعني على الفيسبوك وتيك توك وانستجرام، علشان برضو بنزل ريلز هناك وبنزل بوستات. وفي النهايه ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست فيديو. باي.